ساعتها يعني. لا هو بص اقول لك حاجه، هو تقريبا عمال بيقول له انت ايه يعني عجلنا والله محمد فاهم انت، مش هينفع ان انت تجينا وانت عامل مشاكل. عيب، احنا خدنا امام عاشور هناخدوه ان شاء الله، زيزو بنجهزوه في السكه يمشي الحال يمشي الحال. واحده واحده يعني، احنا لسه بنقول له بس نادي عديم بقى اقسم بالله يعني الله يبارك فيك امام عاشور غلطان كان غلطان سيبك بس غلطان بس استنى يا الياس والله نادي قاعدين مبدا وباذن الله ما نيجي والله ما عنده مبدا. نادي الزمالك عنده مبدا. ياس عاده احنا ما واخدينهاش على الربابه زي ما انا بقول لك اهو مش احنا ما ربابه، واخدينهاش على الربابه. انا اقول لك 24 ساعه مبادئ. انا واحد من الناس يعني واحد بيغلط في الناس الكبيره. انا اقول لك خلينا في الناس الكبيره بلغه الصعيد. طب انا اقول لك في الرموز يا عم. طيب اقول لك وانت بتروح برضه رحت تتعاقد معاه انت. اقول لك ارد عليك انا واحده ارد عليك. اول حاجه من يوم ما غلط اعلام الزمالك واداره الزمالك عملت ايه مع الولد ده؟ دفعوا عنه كل سنه. ازاي ما قالوش علم ان انت عملت؟ اولا الزمالك ما عندوش مبدا ولا ادارته طول عمره، فما يكس هقول لك بس هو تمام ما يتكلمش على مبدا نهائي. انت ما تقوليش المبدا ايه؟ انا بس جاي لك في مبدا انا اقول لك مبدئي، اقول لك مبدئي الاول. تعاقد معاه عادي، ما انا اقول لك بس واحد بيشتمك اقول لك انا اقول لك اعتذر ولا ما اعتذرش؟ لا ولا بيت ما اعتذر. لا اعتذر اكتر من كذا مره وهو في الزمالك مع ميدو من سنه اعتذر وقال يا جماعه انا اسف وكنت انا غلطان. لسه بس ورايك الناس لازم تشوف الموضوع ايه. رايي تمام والله الاهلي لاعب افضل من زمان. لا كماتش انا بكلمك امام عاشور. انا دلوقتي اعتذر انت بدل المره 3 اعتذر كتير وانا غلطان وكده قبل ما يكون في موضوع الاهلي خالص. انت نادي لو اسامه ابراهيم مشيتهم دول كانوا ولاد الاهلي. لا ودول اصلا كان في اداره حاسمه. لا انا معاك اداره فسكونيه دلوقتي. بص اقول لك حاجه تغلط ازاي في الرموز او انت يعني محمود الخطيب حابب ان يعني يغلطوا في 7 سنين دعايه. لا اقول لك حاجه عيب احنا طلبنا بوقف اللاعب ساعتها وقلنا اللي عمله ده شيء غلط. استنى اقعد معاه. اقول لك بقى انا اللعيب اخذ وقت والزمالك كان بيبرر ده. بعديها اللعيب لوحده وهو لسه في الزمالك طلع مع ميدو مره ما اعرفش مع مين تاني اعتذر قال والله انا اهلي خصموني على اللي انا عملته وانا زعلان لما الموقف بتاع وليد سليمان اللي هو الخناقه دي انا معتذر عليها. وحتى جميل دي كانت برضه انا صغير ما كنتش فاهم ده كده بعيد عن ده. بعد ما راح ميكلاند في الدنمارك راح طلع مع رامز قال له اعتذر قال له لا جماهير الاهلي على دماغي وانا اسف والله دي كانت فتره ايه انا ما كنتش فاهم. انا دلوقتي اخدك انت واحد الاداره بتاعتك بتعلمك كده مش من قله انت تعرف ان ما انا اقول لك انا لما يجي لي اعلمه بقى انا اعلمه الادب بقى اعلمه ان هو ما يغلطش ولا في الزمالك ولا في الاهلي. مش هتعلمه ليه ما لا كهرباء انت كهرباء احنا ادينا له هديه ايه كهرباء ما انت ناخد كهرباء احنا جايبين 7 مليون كسبانين فيه في حدود كام؟ في حدود يعني ما يقرب عن 75 مليون. ماشي يعني ولا يفرق معانا كهرباء وبرضه مفيش مشكله. والفلوس بتاعته راحت فين؟ انتوا لحد دلوقتي مستنيين الفلوس بتاعته انا على النادي السعودي. ايوه ما انا جاي لك اهو. لا على استفدتوا من الاتحاد السعودي. احنا استفدتوا تمام. والفلوس اللي هي الغرامه اللي هتدفع اللي هي زور غرامه زور بس لا مش زور. لا زور يا لا والله انتوا نادي ده شغل كباري. والله لا مش كباري عن طريق الاهلي مش كباري يا جماعه والله بعد اذنكم والله كوبري والله كوبري او مش كوبري بس انت قول لي بالله عليك انا دلوقتي كوبري او مش كوبري لكن انا دلوقتي انا مضيت معاك وبعد شهر الورق ده انت ما سجلتوش او شهرين فانا من حقي ان هو يتلغى. بس سيبك من موضوع كهرباء خالص كده الزمالك هياخد فلوسه. ما هياخد فلوسه ايوه وتسددوا بيها بتاع ابو طيب وعندكم حاجات هتستفيدوا بيها. ما دي مش 50 مليون وما كملش الباقي وبرضه بيزيد عليه المبلغ عادي واحنا ما تفرقش معانا. تمام احنا هندفع عشان برضه لما دفعش عادي. ما هو هيدفع لكن دلوقتي في امام عاشور انا واحد كان بره مش بره انا كنت بغلط في الطلعه بتاعته زي كهرباء بالظبط. اقول لك حاجه انت عارف الزمالك كان اصلا بيلعبوا اما شتم رموز الاهلي كان بيلعب مع الناشئين كان معاقب من اداره الزمالك. اما شتم رموز الاهلي شالوا عنه العقاب يعني هو كان معاقب في حاجه جوه الزمالك كان عامل مشكله. ازاي شالوا عليه العقاب وهو خد 12 يوم؟ لا الزمالك يعني كانوا مانعينه يتدرب مع الفريق الاول منزلوه مع الناشئين عمل حاجه هو في اللبس فكان بيلعب ماتش ناشئين وغلط الغلط ده. بعد ما غلط الغلط ده خلاص هو اخد ايقاف هو اللعيبه الشباب
راح الزمالك رافع عنه الايقاف اللي هو كان انه يلعب مع الناشئين وطلعوه، يعني اللي هو نظام ايه؟ انت كده بترى الزمالك يا وائل يا باشا انت بتبرر موقفك، مش ببرر موقفي. انت بتدخله ليه النادي؟ انت راجل غلط في الرموز بتاعتك عشان اعتذر واربيه اعلمه. لو بيت اعتذر يا عم، بيت اعتذر انا اربيه واعلمه. لا انت شوف غيره. انا يعني انا واحد يمد ايده ان هو عايز يتعلم، او هاني العجيزي قال لك كانوا بيعلمونا كره الاهلي، ما بنعرفش حاجه غير ان احنا نشتم الاهلي ونكره الاهلي. انا دخلت لقيت الكلام ده كله والله. ده فين العجيزي؟ هاني العجيزي كان ناشئين الزمالك. العجيزي ولعب في الاخر جه هو الاهلي لما كبر راح بلديه المحله وكده وصاد يعني سيتو. أيوة. رجع تاني العجيزي كان عايز، كان نفسه الزمالك يتعاقد معاه، ما رضيش يتعاقد كمان هو جاله الاهلي قال لك اختار الاهلي. رحت لقيت الكلام اللي هم كانوا مربينا عليه في الزمالك غير مش حقيقي. قال لهم انا كان ليا فيديو مشهور جدا بقول الاهلي ده بيكسب بالحكام والاهلي كده، بس الفيديو عشان ما كانش فيه سوشيال ميديا باين ما كانش مشهور. فانا اما رحت اتعلمت عاشور شبه كده، اما يجي يتعلم نربيه. لكن حسام ابراهيم انت ما رحت، هو مشكلتنا، هو مشكلتنا يعني مشكلتنا مع حسام، احنا مشكلتنا مع حسام ابراهيم. هو عمر حسام ابراهيم عمل حاجه الا لما راح الزمالك. بس لا ما تبررش للاهلي كده، انا مش ببرر له. وانا بقول كمان انت بتقول انا نادي مبادئ. هو فين المبدا انك انت اصلا يتغلط في رموزك من بعض لعيبه؟ ده لو ميسي ارفضه. انا بقول لك ده لو صح فيه مبادئ. انا بقول لك بس احنا كزمالك احنا شايفينش مبادئ معلش خالص. انا بس نقول بالصراحه، نقول جميل صح. انا كزمالك بالموقف دي اقول لا مفيش مبدا. فين؟ في الاهلي صح؟ بالظبط. والزمالك في مبدا اصلا يا باشا. ايوه الزمالك على اقل تقدير خالص. اولا مش هيسيب حقه مع شعره. مين؟ تمام. كهرباء اقول لك المبدا بتاع الزمالك يا حبيبي العاب يا اخي واحد كهرباء ما رضيش روح كهرباء انا كسبت فيك انا جماهير الزمالك وهعمل واحد احسن معلش. هو كهرباء ده كان لعيب في الزمالك يا باشا خلينا عملنا اعمل غيره مليون غيره. انا ما اتوف على جماهير الزمالك. برضه هيحلى في عينك انت. يعني انت بص مفيش مشكله، ما احنا برضه العبوا انا بقول لك هو امام عاشور. اقول لك على حاجه، هو امام عاشور انا برضه لا انت كده لا احنا ده مش بنجزء الموضوع. لا على امام لا امام واحده خدوا بالكم منه. ماشي يا حبيبي، خدوا بالكم منه. عيب فين؟ هلعبوا الحوش يلعب في الفوق. بص يا مش واخد بالك برضه. انا دلوقتي سيبك من مبادئ الاهلي خالص، انا لعيب في الزمالك تف على النادي الاهلي، على جماهير الزمالك اللي هو كهرباء. يا ابني احنا مش عايزينه. يا لا اله الا الله، انتوا طبطبتوا عليه لعبتوه. لا شيكابالا اسطوره النادي هزق حسن شحاته. عمل له ايه؟ مشيتوه؟ قال لك انا عايز اختم حياتي في النادي الاسماعيلي، مش عايز العب. مشيتوه. فين مبادئكم؟ يا حالك دي مناقشه مهمه. لا فين مبادئنا؟ عليه الصلاه والسلام. فين مبادئكم انتوا مع لاعيبتكم نفسها؟ احنا مع لاعيبتنا لو حد عمل كده ما بنسيبوش. عشان لما يبقى لاعب عندنا لو عمل كده مش هيتساب، زي ما الزمالك سابه وكان بيدافع عنه في الغلط. لا احنا مش هنسيبه يغلط في الزمالك ولا لعبه غصب عنه برضه. مين؟ انا كزمالك هو عايز يسيب. لكن كمبدا الاهلي انا بالله عليك امشي مبدئي على لاعب مش عندي. انا مالي اللعيب يعتذر عن الموقف وكده ويجي يتعلم. لكن انت اصلا لعيبتك بتغلط في نادي الزمالك نفسه، في جماهيره وفي المدرب. لو تعاقدت مع 3 ارباع لعيبه الزمالك مش هتفرق. لكن مع امام عاشور اللي غلط في الرموز ده غلط. انت ازاي بتقول ما تمام. شيكابالا غلط في شحاته، في حسن شحاته وقف عليه. قول لي بالله عليك. بالله عليك شيكابالا اسطوره الزمالك شتم الزمالك ومضى للاهلي وقال لكم مش عايز العب وطلع الشتم من المنتخب وهو لسه موجود. حسن شحاته طب موجود ليه؟ انت موجود ليه عندك حسن شحاته؟ ممكن اقول لك موقف شيكابالا. انت بتلاعبه عشان بيشتم في الاهلي. والله انتوا ماشيين اللعيب اللي يشتم في الاهلي بتاعكم. ما حصل. بالنسبه لشيكابالا كعب واحد انت خليته ما شافش كوره، ليه حق انه هو يعترض مع حسن شحاته بصراحه؟ ايه ده؟ انا ما هو لعبت اهو الاهلي هنا بصراحه ايه لعيب يشتم المدرب والمدرب اللي يمشي واللعيب ما يمشيش. لا ما انت ما فين اداره الزمالك؟ لا ما تضررنيش انت. انا عملت كعب. طب ما رفع الجزمه لجمهور الزمالك. عمل كعب في ماتش غانا. يعني كعب لا مش عايز فازت 6-6 والزمالك اما كان مدرب الزمالك لعبت الزمالك وفاز الاحمر
بسم الله ما شاء الله. لما كان مدرب الزمالك يا ويزو اما كان مدرب الزمالك حسن شحاته مش طلع لا. شتم ولا احمد طيب مشيتوه اسطورتكم ما شتموش ليه؟ ما يرفعش الجزمه قدام جمهور الزمالك. ما شيكابالا والله شيكابالا ما رفعش الجزمه قدام جمهور الزمالك. كهربا ما دفش على الجماهير رفع الجزمه قدام الزمالك. مرتضى رئيس النادي ما رفعش الجزمه لجمهور الزمالك. فين مبادئ بقى الزمالك؟ انت زيرو مبادئ كنادي الزمالك. جماهير مندسه مش جماهيرنا. يعني ايه مندسه؟ يا نهار اسود ده ايه مندسه؟ يعني ربع تذكره ورايح برج العرب يشجع بناء افريقيا ما مندسه. بتتفرج على نادي الزمالك جامد يا قوي. راجل مندسه احنا تمريرنا مندسه. طيب انت يعني انا بقول لك مفيش جماهير مندسي؟ انا بقول لك لا انا شايف ما فيش جماهير مندسه. طب هل لو 1 2 10 مش عشان بس بتتكلم على ما ينفعش عشان الصفحه. يعني طب انا زعلان برضه من حته انه هو برضه يفكر في امام عاشور ليه بالذات كان بس اعتذر وبقى محترم. بقى فتره احترم نفسه. والله محترم في شهريا. لا ده طب ما الكلام ده بقاله كملش يا سنتين. راجل. الموقف ده بقاله سنتين. اعتذر في السنتين دول 3 مرات. قال لك والله يا جماعه انا كنت غلطان وبتاع من قبل ما كان يبقى في زمالك ولا اهلي. احسن خط نص مصر لما يتعاقد مع الاهلي. ده احنا كده ده احنا كده فين؟ امام عاشور كان في الزمالك يا وائل غلط. انا شايف السوليه افضل من امام عاشور. اداره الاهلي وهو كان في الزمالك. بعد كده شتم. بعد كده شتم طول عمره في الزمالك. لا كان في المحله ورجع على الزمالك وجع الزمالك. يعني ما لعبش الاهلي. المهم طلع بره الزمالك اللي باعه راح الاهلي دخل في مفاوضات عايز يجيبه. فهو يقول لك مبادئكم فين ازاي اللعيب ده يشتمكم يبقى لعيب معاكم تاخدوه. طب هو الراجل اعتذر من كذا مره وعايزين نربيه عايزين نثوبه. لا هي مش كده. الكوره زي السياسه. اللي بكسب بيه يلعب بيه. الكوره زي السياسه. انا هاخدك اشتريك زي العبد عشان تعمل لي حاجه معينه. انت بقى معلش مع احترامي في ناس مثلا بيبقوا تونسيين ممكن غربه بتاع محمد صلاح كان بيلعب في روما. شافوا الاخلاق لما جه على ليفربول ما يجيبش جول في روما. لا جول في روما. بس هي خدمه بتتقدم. كمان في حاجه ثانيه غير لما تكون انت عندك اعتراف انت ابن النادي بقى ومتربي. لا مش لازم. احنا على التعاقد نفسه. الكلام ده كان زمان. لا اللي انت تقوله ده يعني انا الفكره ان مثلا كان زمان ايه الاهلاوي اهلاوي والزمالكاوي زمالكاوي. تمام زي النهارده الكوره الفلوس. الكوره زي التجاره. انا طب ما انت كهرباء اهلاوي ساكن اهلاوي. لا بس اهلاوي في الاصل. اهلاوي كهرباء في الاصل. انا ممكن اقول لك على حاجه. صلي على النبي برضه نتناقش فيها. هو عاشور راح الاهلي. انت متاكد ان هو اهلاوي؟ لا زملكاوي. واقسم بالله زملكاوي. يا عم ايه المشكله؟ زملكاوي عاشور. ايه المشكله؟ راح قبل كده وبرضه اهلاوي. وحسام ابراهيم بتاع حوالي 14 ماتش. ابراهيم اهلاويه. هو بقول لك انا اهلي. انا اصلا من وانا صغير في الاهلي مهما اختلف ومهما اروح عشان اختلفت مع صالح سليم. انا ده كده يا راجل ده داخلين في جمال عبد الحميد. النهارده اللي انت بتقوله ده. لا جمال عبد الحميد لا زملكاوي. النهارده اهلاوي وزملكاوي ده انتمائك انت. كان شخصك لنفسك. لا دلوقتي بص لما العب انا وانا زملكاوي وبجيب جون في الزمالك ده حاجه مش مشكله. لا ده يا ولا ما ترميش يا ولا الولد ما بياكلش. الولد ما بياكلش. يرمي. بياكلها ويرمي. بص حط على جنب. قول له امضغ امضغ كل امضغ يا احمد كل يا احمد امضغ. قول له غنونه شبه امك الواد ده. امك عامله ايه؟ والله تمام والله. اخواتك عاملين ايه؟ والله الحمد لله. انت مسيب شغل. انت جاي وسايب الكهرباء فاصله على البلد بقى ولا ايه؟ يا راجل انا سايب اسمه ده سايب كهرباء في الاهلي. لا بس تعالى دلوقتي حد اقول لك على حاجه. السياسه اللي ماشيه دلوقتي واحد انا الزمالك اول ما مشى مرتضى منصور وجه اللي هو حسين لبيب كان زيزو اوراق قدامنا وكان خلاص فترته انتهت وكان هيتمضى معانا وراح جاي قال لك الاهلي قال لك لا بلاش نمضي مع حد من الزمالك في ورطه واحنا فيه خلاص. وكان الوقت زيزو موقع ومجدد بشرط جزائي. التوقيع اللي عمل مشكله في اوضه اللبس بتاع الزمالك فالاهلي احترم. الزمالك عمل ايه بقى لما رجع مرتضى؟ اخذ له فتره كده واقف وراح راجع. الاهلي اخذ لعيبه ناشئين متربين في الاهلي اللي هم بتوع الطايره 5 بنات من الاهلي اخذهم عشان عايز يكون برضه ما عرفش يعمل بيهم حاجه. جابوا له بطوله. ليه يا عم اخذنا بطوله يا عم؟
سبحان الله يعني. خدنا الدوري والكاس يا باشا. خدتوا اجمد 5 بنات في مصر، خدتوا دوري بس احنا خدناكم وغلبينكم كام ماتش احنا فيه، البنات بتاعتنا اللي اتبقت. ما علينا ما علينا، بس التجربه خدنا البطوله احنا اول من اول سنه. لا يعني اللي بيخطف لعيبه الواد بيخطف ماشي. بعدين انا دلوقتي بقى نادي مثلا في لعيب كويس في نادي ما يخش بقى في الصفقه مين؟ الاهلي والزمالك وبيراميدز واخد بالك؟ بالظبط. وممكن بص تلاقي الهلال السعودي الاهلي السعودي بيدور على مصلحة نفس اللعيب، ده لازم. واخد بالك انت ازاي؟ كل لعيب بيدور على مصلحه نفسه. اللعيب بقى بيدور على حسب المزاج. ده اسمه ايه اللي كان اللعيب ده بقى بيروح يلعب هناك للفرنه اللي رمضان صبحي. رمضان صبحي ده حد سيبه يسيب الاهلي؟ لا هو ده على مصلحته، ايه المشكله؟ يسيبها ايوه يعني كده. هو بص للماديات. ابو تريكه ابو تريكه بص للماديات وتيالو النادي ده برضه هياخد حاجه او كده. ايوه بالظبط. هو دلوقتي لو هو بيلعب في الاهلي كان افضل له مثلا بيروح كان على الاقل عمل مجد لنفسه. مثلا دلوقتي مش باين مع ان في الاهلي كان رمضان صبحي. انا احترم عارف رمضان صبحي على قد ما هو اتنجل، بس على فكره مفيش كلمه خالص. ايوه ما هو ما يعملش رمضان صبحي ابن نادي فعلا يعني. ما يقدرش عشان ان هو يجي يعني فرنسا سعيد زمان هو بيتكلم على امام ان هو غلط فينا واحنا جبناه. احنا جبناه ايه يعني؟ امام عاشور لعيب في الزمالك، ما هو انت ما تعرفش مش بتتابع كوره قد كده برضه، لكن غلط فينا واحنا جبناه. بقول لك فيلم يعني هو بيلعب دلوقتي في الزمالك؟ لا ده هو طلع بره صفروه هم باعوه. كويس. عايز يرجع بقى كورمان ده في فريق ميكلاند عايز يرجعه بقى، فبيدور على الصفقه الاحسن. الاهلي هيجيبه، فهو عشان غلط فيه بيقول لك مبادئكم فين؟ انا بقول كمبدا انت ازاي كمبدا انا معلش مبدا انت الزمالك ما يكلمنيش على مبدا، لكن انت كمبدا الاهلي ان هو يشكك فيه حقك. تعالى اقول لك بقى انا وجهه نظري في مبدا الاهلي، لان الزمالك ما عندوش مبدا مع لعيبته، بيطبطب على لعيبته اهم حاجه. من قديم الازل والزمالك بيطبطب على لعيبته لما كان صح؟ من زمان اللعيب لدرجه بيقول لك بيتكف عليه. بقول لك بس الفكره العامه. الزمالك بيطبطب على لعيبته عشان هو ايه؟ دي مبدأه ان هو دي طريقته نفسه. الاهلي النهارده ايه مبدأه؟ ان انا عندي كوره عاوز اعملها، عاوز اعيدها. عندي الخطوط ناقصه، انا خليني بكلمها وانا زيرو وسكور. انا عندي خطوط ناقصه واللعيب ده وحش. لا ودخل كاس عالم، اول كاس عالم في التاريخ للانديه ب 32 فريق. انا عايز اجهز نفسي 32 فريق. ده السنه دي هنلعب في 12 وبعد كده في صيف 25 يعني بعد سنتين اول كاس عالم. وده اللي اغرق مان. هو انا مش بتقول لي زملكاوي زملكاوي، بس هو جاي ليه الاهلي الفتره دي؟ يقول لك انا لو قعدت كده ممكن العب كاس عالم. ما شافش اول كاس عالم في العالم، والاهلي خلاص ده ضمن انه يخش. اول فريق تم ضمانه ان هو يخش كان الاهلي والوداد، ولسه بنشوف مين تاني من افريقيا يعني. فتوح انت الكلمه اللي عبد المنعم من ولاده بيقول له انت ممكن تيجي، انت فتوح ده بس يقول لك ايه؟ ما انا ممكن اجي الاهلي علي معلول مثلا في اخر السنين بس سنتين انا اخد الجنب ده. الاهلي دلوقتي انا الاهلي ده سيبه ده الرئيس ليه دلوقتي يعني احنا بالرئيس ليه على كده؟ يعني بيحاولوا يجعلوا الفرقه يمكن ترجع. ايه المشكله يعني؟ فاهم؟ زيزو اهلاوي مثلا ضايع يعني. انا محمد صبحي يدخل فيه 3 اهداف اصلا طريقه بس هزه. ده فيلم غصب عنه شوطه زي الصاروخ. تمام بس الثالثه دي والله يا عم تتصاب. ايوه بقول لك الثالثه تتصاب ماشي. بس في جزء دايما الحاج قصدي معلش محدش بياخد تمليح. هو ساعة برضه ساعة ماتشات معلول لما شاط الكورة طب في حد معاه؟ لا الكورة اتلعبت 1-2 مفيش حد مجابه. الكورة اتلعبت 1-2 بقى مشكلة الجوان جت ازاي؟ بتيجي ازاي الجوان؟ مفيش حد. الجوان اللي بتلعب 1-2 بتتلعب لواحد فاضي. لواحد فاضي ومفيش حد مجفف. بتلعب يعني بص مثلا هم بيلعبوا ناحية اليمين بتلاقي ناحية الشمال فاضية. بالظبط. اللي هي مثلا كان فيها واخد بالك معلول او بتاع بيشوط. اهلا حبيبتي عامله ايه؟ اهلا ما شاء الله. بتفيدني ما شاء الله. كسبنا بقى. سكر يا سكر حبيبي كويس. ده هلاوي لغم. ايه يا باشا اوعى خلي بالك بس امانه بالله عليك التعليق بتاع وائل حاول تحذفه من مين؟ انا عشان دخلنا الكره في السياسه لا فيش سياسه مش عادي. لا عادي على حته انت قلت زي السياسه كده. سياسه صالح. انت عندك تركيا كانت بتقول لك انا مش هدخل السعودي الناتو دوت منطقه. وبسبب حرق القران وموقف كان محترم. بالظبط. وافقوا لهم على نخش. اردوغان رجع كلمته رجعت. السياسه السياسه اسمها ايه؟ مصالح. يقول لك لا مصالح. بوليتيك. بوليتيك. لما واحد يقول اسمها بوليتكس الكوره
حاجه كده يعني معناها واحد كان اجنبي او واحد زي ما كنت شغال يشرب بروتين كده. اونطه كده. تخيل الاسم نفسه اتجاب على لا الموضوع اولى مش هاخد بالك اوائل الفكره كلها بان انا اللعيب ده ما غلطش معايا، لو غلط معايا انا طولت، حتى ابراهيم وحسام وبتاع اللي بيغلط عندي انا بطلعه وبقدمه وبقعده وبعتبره. لكن انا دلوقتي عايز اكون خطوطي في العصر بتاع السوشيال ميديا، انا مضطر يطلع يشتم كل يوم، انا ما بردش عليه، اعمل له حبس وبتاع تحقيقات وهو يقعد يلف في المحاكم وما يعرفش ده. طب دلوقتي انا هضربها في فريق زي ما انت ضربتني في فرق طايره وفرق بتاع ودقت انت، انا هضربها في لعيبتك. اللعيب بقى يكون بيشتم ما بيشتمش، لا انا هربيه واديله، لان مبدأنا ان انا اربي لعيبتي ما تغلطش. شفت لعيب بيغلط في الزمالك يا فتحي، لكن انا شفت لعيبه بالهبل في خلال بس الفتره دي. افهمك بس النقطه انا عندي نادي بيختلف مع لعيبه وناس بيكرهوا. انا شايفه عاوز الجزئيه دي عندي هتفيدني في العمل. عمل ايه كوره؟ ايوه هيجي على سكيل على بقيه الشركه اللي هي شركه الاهلي. هي دي، بص دي شفت اللعيب اللي واقف قدامه بالشوط، هي جوه اللي الصبح بيزعق على كده. هات كده ايوه راح وجهه. كمل معلش. اساس الشركه دي اللي هي الاهلي اللي موجوده دلوقتي، انا عندي نقص في مواضيع في اقسام في بقى في خطوط كلام من ده، وعايز ادعم نفسي باحسن لعيبه في كل مركز. انت وحش بتكره الشركه، بس بقول لك على حاجه، تيجي جنبي عندي هديك حاجه كويسه وهتقدم لي خدمه، بس انت عندي هتمشي بنظام. ايوه بس هي دي الفكره. انا تساعد لما تيجي عندي في الشركه تيجي عندك. لكن قبل كده انا مالي، انت كنت بتشتم او بتشتمش؟ انا ماليش دعوه. انت كنت بتبقى معلش امام عاشور لو واقف كان بيتكرم عشان بيشتم ويقول لك حراق، وشيكابالا قاعد اسطوره النادي عشان بيغلط في الاهلي. بيعمل ايه شيكابالا غير ان هو يطلع يقول لهم ها التالتة مش عارف ايه وشتيمه. عمل ايه؟ شيكابالا تفر على جماهير الزمالك، رفع الجزمه قدام جماهير الزمالك، شتم حسن شحات، شتم مرتضى شتم كابتن الزمالك واسطورتها. يا باشا خلي مش بتشتم الزمالك. اولا بيستفز شيكابالا جماهير الاهلي. هو الاول جماهير الاهلي ولا لسه بتفرج على الكوره اول امبارح. سيبك من الاعلان اللي لسه طالع اوائل. انا هرش انا كنت في المدرج وانا قاعد بيتشاف شيكابالا، كنت مدشت الاتحاد بيجري على الزملكاويه والاهلي ولا ليه طور ولا طحين ويقول لهم التالتة شمال بتقول رجال على مين وعلى الرصيد عايزين بطاقه تامين. الاهلي ملوش دعوه، هو اللي كان يجري مع اتحاد الشرطه مع 2009 بدأ شيكابالا كل ماتش الجماهير كانت مش الا المدرجات، كانت الجماهير غير دلوقتي بتروح بعدها بقى الجماهير كانت بتبقى مجلس كان اهلي ولا زمالك، هو يخلص الماتش كسبانين ماتش في الدوري ملوش لازمه ودي راح للجماهير انت وشتيمه في الاهلي. تعالى لي اول ماتش للاهلي مع الزمالك شيكابالا من اول ما نزل واتعمل عليه احلى حفله. نقول لا تعالى نقول الاهلي بيتشتم خلال 4 6 7 ماتشات قبل ماتش. اول ما دخل الشكل قال لك انضف حاجه في شيكابالا ان هو صاحب باشا صنع. انضف حاجه فيه انه صاحب باشا صنع، ولا اخلاق ولا عنده مبدا ولا اخلاق وسكري وكان مرتضى لما جه كانوا مرجعينه من الجنون. عمل ايه؟ كان هربان ومختفي ورجعوه لاسماعيل. يا عم شيكابالا ما عملش حاجه للزمالك، كل اللي عمله ان هو بيشتم في الاهلي، ان هو قال له هيدوسوا علينا وشفتوه ما قالش على كمان خط الدوري تاني مره. والفار ما جابلكوش يا واد، شفتش انت الفار ان هو العدل بتاع الفار اصلا هذا من اول شيء. ماشي يا باشا اتفضل. انت اول سنتين للفار ما تتكلمش عن الموضوع ده لان ده اكبر بيان يا باشا. ده انت عشان عصام عبد الفتاح نجح في الزمالك معاه سنتين طيرته، ما خليتوش في اتحاد الكره خالص. مين اللي طيره؟ ايوه شوبير يا فندم. هو في حاجه هو معين اصلا. هو معترض اصلا على اللعب. هو في حاجه معترض على الحكم المصري. انا في افريقيا انا معترض على الحكم المصري. الحكم لو عمل غلطه يا باشا كلنا غلطان. مش حكم مصري. حكم مصري انا ما كنتش عايز العب وبقول لك واضحه وصريحه. تيجي انت كاتحاد تقول انت ايه؟ امسك يا شناوي يا عيني عليك يا شناوي. على السنه محمد عبد المنعم عمل كوره ما يصحش تتعمل. عجب البصري ما عملش غلط. بقول لك اما انت انا معترض عليك. انا معترض. طب لعبتك مع اجنبي وانا طول عمري بلعبك باجنبي. مش على الاهلي مش على محمد عبد المنعم. غلطه رسمي دي منه اقسم بالله. لو لعب غير ابراهيم جوه ما بصاهل باللعب الزمالك واللعب الزمالك بيحط العادي خالص بالراحه ولكن الموضوع يا باشا سيبك من جوه بيبصيها بتعب الزمالك. محمد عبد المنعم لا مش الحكم. احنا كنا نادي هو المدافع بتاع الاهلي. انا بقى حكام اجانب ولاعب الزمالك بيلعبها اكنه عادي. ده ماتش هو انا مع حكام اجانب قدام الجوه 3-4
بص هنا مش هنا خالص. فاول ايه؟ ادي الشارع فاول. قوي جدا من سيزون. اي حكم هنا وحش. انا ما بحبش انا النهارده الحكم وراه فار بتساعد بيه. ايوه بيحاول طب الحمد لله. مين اللي قال احتواء؟ مين اللي قال احتواء؟ عندما اكتملت العداله في الدوري المصري الزمالك خد الدوري مره سنتين. انت مصدق؟ ايوه مصدق. ايوه يرجع كان فزت عليك رايح جاي عاد. فزت عليا انت فزت عليا في الدوري؟ انا فزت عليك رايح جاي. فزت عليك رايح جاي. طب خلاص. عبد المنعم انت كنت المرة بتاخدها ازاي؟ مفيش حد يقعد لك للدقيقه 67. دي كوارث دي اسمها والله انا راضي اتعرض جنبي. مرة ثانية يا رب. الله يا رجل اخلص. يعني الله اكبر. لا في حاجه في اقسم بالله في حاجه. السن بتاع ثانوي ونقط العظيم. ويعني تحس الليل واخره. بالله تيشيرت الليل واخره اللي انت لابسينه ده. منصور عمل شخصيه. اقسم بالله في حاجه. بص تاني غلطه ليه تاني غلطه. الاثنين ورا بعض. ممكن يلبس تيشيرت ابيض وتيشيرت اسود. هم بقى بيحبوا يا عم عشان بيمشوا ولا الشيخ السعواسه مختلفه. الجزيري كان واقف لوحده تماما. لا في حاجه غلط اقسم بالله. اقسم بالله اللعيبه رايحه. زيزو للجزيري على شماله. اللعيبه دي عايزه المنشطات يا عم. بس يلا على مرتضى. المنشدات عايزه حكم عادل. عايزه المنشطات. مش عايزه حكم جاي اصلا. هو شرط مين الحكم عمل ايه الحكم دلوقتي؟ ده سبحانك يا رب احمدك واشكر يا رب على هواه. اشكرك واحمدك يا رب ان الثلاث اجوان شوطه من نص الملعب. قول لي انت بقى كان قال لك الحكم. اقول لك الحقيقه بجد الكبير دي بتزعلهم ليش هو انت ما بتحبوش؟ اقسم بالله ما بحبوش عشان يلعب ابنه. والله العظيم ظبط الحكام احلى. والله العظيم تحية يا جماعه ده كلام زملكاوي. يا عم ده كلام مش زملكاوي عشان حكاية. الكلام مقتصر عليا انا. الكلام كله مش كده انت كل كلامك كلام مرسل مفيش دليل. انا دليلي ان كان في اخطاء. استنى مرة ثانية وعلى شماله محمد عبد الغني يحطها له. محمد عبد الغني استلام. عمرو السيسي بيلعب دلوقتي ناحية شمال. لا هو ملزم. حبيبي. ماشي حبيبي باسم حبيبي اتفضل يا حاج اتفضل يا حاج. يا جماعة مش صعب. حتى لو لا عايز كده عشان حضرتك كوبايه العسل الصغنون حبيبي. احنا في ضيوف ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. ده يا جماعه ده سيسه زملكاويه في وسط البيت. بس قلنا يعني نحتفل مع مين؟ لازم نحتفل مع زملكاويه. نورتنا يا ابن عمي والله. اخذ خبرات حلوه وتصفيتها احلى بالمقاس. لو اوريك الاخطاء اللي حصلت في المسلمين دول كانوا بيجاملوهم مجاملات السنين. حتى يروح يحكوا قدام الفرع ولا يقول لك كده. طلع له هاني حطها له. لا هي جول هي ضربه جزاء ولا كلمه شاف حاجه. مش معديه. كانوا بيتجاملوا بالفرد احلى مجامله. تبقى ضربه احمد العسل يا احمد يا عسل. يا جماعه احنا فرعين. فرع الصعيد كله زملكاوي. لا ما فيهوش زملكاوي. كلها العيله هناك كلها صغيره. كلها والله كلها. صبعوا كلها زملكاويه والله. الصعيد كله اهلاوي. الانسان بيتولد اهلاوي يا باشا زملكاوي والله. مين اغلبيه؟ مين اغلبيه؟ احنا عندنا بنقول احنا زملكاويه كله البيت. انا بيت ايه؟ انا بقولك على البلد. مش في البلد معمولين ازاي؟ مش هتحسوا ان انتوا ايه يا عم ايه الاهلي جبجور. طب ايه يا عم يعني البلد هو انت كلها عايز اهلاويه. تقول يعني العدد كله بيفهم كوره؟ والله ما حصل يا جماعه. لا. في تمثيله بنقول ايه؟ خلي بالك اقول لك مش مهم قول اللي انت نفسك فيه بحريتك. بس انت ضيف على دماغنا ومفيش مشكله في اي حاجه. بس يا واحد قول كلام يعني. انا بتكلم الناس برضه بقول لك ابن عمه مثلا راجل يعني عنده حياديه عنده عدل في الكلام. لكن تقول لي اغلبيه زملكاويه. لا الاغلبيه اهلاويه جماهير في مصر كلها. الجماهير في مصر كلها. مصر كلها ماشيه فيها. اليوم في الاخر الولد بتقول عليه مش كده راسه اللي ده هيجيبه يعني هيجيبه هيكون بيه نص الملعب من اوروبا هيخلص من اوروبا. خلى منصور بقى وسمسر من وراه. لازم اخذ سمسار من وراه لدرجه ان اعاده البيع عمل اعاده المفروض ان انت الفريق بتاع ميكلاند ده اما يبيعك يا امام يا عاشور الزمالك استفاد. لا اللي هيستفاد الشركه الراعيه بتاعت امير واحمد مرتضى.
ده الزمالك وكيانه عايش على ايه؟ يا باشا ازاي استفاد؟ احنا عايشين. راح الولا قال لهم انا عايز اروح الاهلي. انا شايف ان انا مستقبلي في الاهلي. على فكره مرتضى وراح لاعب في الاهلي. مرتضى بعد ما باعوا هم باعوه لا، عشان ياخدوا لا مصلحه مرتضى، لا مرتضى عمره ما يسلسل. حسن حمدي يا باشا، قول لي عقد قول لي عقد البدله كانت ب 200، بقت ب 200,000 ازاي؟ إيه دي؟ من وكاله الاهرام. احنا انتوا ليه شايفين اللي فيكم فينا يعني؟ اللي فيكم يا باشا ايه عكس فيه؟ على فكره انا عايز اعرف أنت كنت بتقبل من وكالة حسن الأهرام حمدي ده اصلا ادى ايه للاسماعيلي؟ سيبك من زمان. انا مش دعوه بالاسماعيلي انا مالي من الاسماعيلي مش نادي مصري وانت بس اللي في مصر. ايه اللي نادي مصري؟ هو انت عايز تاخد الرعايه؟ لا حط لي الرعايه دلوقتي، حط لي الرعايه دلوقتي قدام الكل قدام الكل. لا يا قول لي باشا، معلش ثواني ثواني. المساواه في ظلم عاد. هو انا عايز اعرف، انا عايز اعرف وكاله الاهرام يا باشا اللي كانت بنسبه 60% للزمالك للاهلي و40% للزمالك، انت تاخدها 100% ليه؟ الاهرام ايوه يا مرسي جميل عبد الله. ايوه ماشي انت هو مرسي عطيه مرسي عبد الله ده ايوه كان زمان. طيب هو كان ماسك وكمان بيديك 60%، انت تاخد 100%. مين اللي اخذ 100%؟ الكلام ده كله ما حصلش. بيقول كلام والله العظيم ما دي حصل. قضايا يا باشا منظوره. مفيش قضايا منظوره، مفيش والله العظيم ده مرتضى منصور ده اللي دفع اسمع مني يا باشا، اسمع مني واحد اهو وراجل مالوش في الكوره وبيتكلم بعدل. اسمع مني انا بكلمك كده. طب اسمع مني طيب. انا اقول له الحاجه لا ده هو في هنا معلش يا جحا معلش حاضر. اقول لك بس حاجه، الرعايه بتاعتكم ايام الاهرام كانت كام؟ كانت 40%. لا انا عايز حاضر ثانيه بس اقول يا عم غير لا مهمه دي مش هنرجعهم للاسلام. يا عم عادي والله. نتابع الماتش. خلينا في الماتش يا عم. يا جدعان عاوز الاهلي لاعب افضل من الزمالك. هم الحكم اللي بتتكلم عن ايه؟ ايوه لا بقى بس عامه انا بحبه ان انا عايز وانا عايز حاجه مبنيه وغيرها برضه عادي يعني مش حاجه. انت عايز تجيب المصري عشان عارف انه بيتبع. لا كويس. انا عايز الاجنبي. انا قلت عايز الاجنبي. لا انت كده جبت سكت. انا عايز الاجنبي. اليوتيوب ده مش انا رايي انا المصري ودعم الفوق قدامه الناس. اي الاجنبي بشر الحكم ده 5-3 قال لك انا لما لقيت النتيجه وش 5-1 احتويت الفريق. المصري خلانا نيجي هنا يسافر يجمع حد يتصور. لا يا عم عادي عادي في ناس بتزمن. الراجل قال لهم احتويت الزمالك يا احتويتهم وش ولا مالهاش؟ احتويتهم هنعمل ايه؟ كانوا هيتغلبوا 7-8 احتويت الزمالك قلت اخفف عليه. جاب كلكم ماشي بس الراجل بيفهم. بيفهم. ايوه طبعا. انا مبدا السياسه ونظام هقول لك الماتش على يا راجل اذا كان حد عنده مكسب روح يا عم روح. زي واحده للزمالك. انا عايز اخلص الماتش خلاص. فريق تعبان يابا بنلعب في افريقيا وسوبر وكاس وسفر من اسيا لافريقيا الجنوب. تعبنا يا جماعه تعبنا. يكفي ان هو في فرق بتطلع حصاله تقعد مريحه. فرقه ايه؟ فرقه لازم نفسها وبياخدوا النشاطات. الاسد مرتضى منصور قالوا بياخدوا النشاطات. انا بصدق الاسد قوي في الحاجات دي. المصاب ما بيعترف قال بياخدوا النشاطات ولا ياخدوش؟ مش قال. هو انت بس يا تصدقوا في كله يا تكدبوا في كله. يا باشا ما حصلش. ما قالش اجيب لك الفيلم تسمعه قدام الكاميرا. قال لك لعيبتي هربت من الملعب عشان كشفوا منشطات فبتوع عبد الله جمعه جم اتصوروا جنب هم متكسرين. باشا عبد الله قال لك بيحششوا كمان. يا باشا ده عشان التعاقد. عشان التعاقد يا عم علم لا والله ايه انت بتحلف والله يبقى يعني اي كلمه بيقولها مرتضى كده كويس على فرقته. شهاده من اهلها. موضوع الساعات يعني يبقى كده صح. لا على فرقتك. موضوع الساعات انا بتكلم على فرقتك. بتكلم على فرقتك. انت ما تتقنش الناس بالباطل وتقول لي كلام. يا عم ده انا اللي بتاعد برضه ولا تركي الشيخ اللي بخلاكم ما عرفتوش تتكلموا. ده تقليد خليجي بيخش الشخص بيديك هديه. احنا خدنا الهديه حطيناها في الخزنه. قال لك رجعوا له الهديه. قال لك ودوها لتحيا مصر. اديناها صندوق تحيا مصر. قال لك عايز ذكر يقول لي من تحيا مصر ناخد فلوس. راجل محترم من صندوق تحيا مصر طلع انا خدنا الساعات كام يا مرتضى. يبقى هو هنا بيرمي الناس بالباطل لكن هو بيتكلم عن فرقته. هو مرتضى اللي قال ولا تركي يا حبيبي؟ لا اله الا الله. طب ما هو صندوق تحيا مصر قال لك خدنا الهدايا يا جماعه استلمناها. عايز ايه؟ عامل لك ايه؟ اجل ده يا مصر عشان حفظ ماء الوجه عشان بس ما يحرجناش مع السعوديه. السعوديه ايه؟ ما راح قال لك خدنا الفلوس من والله العظيم اتحرجنا لا صندوق تحيا مصر. ما راجل مسؤول من تحيا مصر هيقول اي كلام. يبيعها ب 2 مليون. لا ما الراجل اخذ هدايا سلمها لخزنه الناس. سلمها بعد ما اتضح.
يا حاج بعد الوضع ايه؟ احنا بنسلم الخزينه بتاعت النادي، خزنه النادي. يرجع